السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم فيديو جديد على قناه دياسان ديزات. ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. فيديو ذا خاوتي جينا نحكي على واحد الموضوع اللي راهم مقلب الدنيا، ماشي غير في الجزائر برك، بل تقدر تقول في العالم كامل. هذا النظام اللي داو الدكتور عوض عليه ربي يرحمه، لي قال لك كتلوه في الامارات. النظام هذا تاع التغذيه اللي هدر عليه هو وهدر عليه عنده وقت، بس عوش هو وقت الشعب بزاف، يعني نهضروا وقت الشعب في العالم، في مصر كانوا سامعين به. ملي توفى شعب بزاف في العالم. احنا ما يهمناش في العالم، يهمنا في الجزائر وما ادراك ما الجزائر. وزاد دخل عليهم نظام الطيبات هذو، كي نهضروا سيرتو على النساء، وخرجونا الاخصائيات تاع اللهنا، ما الاخصائيين يعني دوك نعتو لكم. بصح في الفيديو هذا جينا نوضحوا امور اسمها الامور كامل. وشي هو نعطيكم مقتطفات برك من الجزائر واش راهم يقولوا على النظام هذا، وبعد نعاودوا نعلقوا عليها ونعطيكم فيديوهات بالتوضيح. شوفوا معنا خوتي، شوفوا معايا تدو افكار في نظام الطيبات. واش طيبت حباباتي؟ عارفه بلي تتلف لنا بزاف. انا مره نحط لكم واش طيبت، هكذا تدو فكره وننوعوا شويه في الاكل نتاعنا. حباب وحباباتي، هادو هما الاجبان اللي مسموحه في نظام الطيبات. عندنا الكرام فريش، وفي التحديثات تاعو قال العلب احسن من اللي في القارورات والانواع الاخرى. هذا عندنا احنا في الجزائر. السلام عليكم. هذه وجبة اليوم. وجبة اليوم فيها، هذا معروف عندنا في الطبخ الجزائري، زيتون لكن بالبطاطا، لحم الغنم، هذه رقبة، وعندنا توست، وعندنا عصير التوت. هذا هو شيلي هذا هو وشي هذا هو. رقبة تاع الغدمه هذيك، الله يبارك بصحتك خويا على كل حال. واللي راهم ما نجموناش الجزائريين كامل بالك تحسب. هذا هو شغل زعما نظام صحي، وكنا باخلين رواحنا خويا. كانت تكون كيما هكا واحد ما يبخل نروحوا نتبعوا له النظام كامل. كي تكون الرقبه هذه كانت انا الاول راني معنا النظام هذا، ماشي كيما هكا. دوكا ملي خرج النظام كل وحده ولات تخرج لنا اليوم هذا هي اللي صحيه وكذا صحيه. وكاين حتى تبعت فيديوهات والله ما عندهم حتى علاقه بنظام الطيبات هذا، مع حوايج ما يتكلوش. بالكش هنا في فيديو ديجا الاخ هذا البطاطا مع الخضر، هو الخضر قال لك ما يتكلوش، قال لك كلوا الشيبس البطاطا ديريكت كيما هكذا. من ليسونسيال. انا صراحه ما تبعتوش. بيس نقول لك حاجه، انا ماشي دوكا اي حاجه تخرج راح ديريكت نصدم فيها من نهار الاول. وسيرتو زعما حنا بويسك الجزائريين معروفين عاطفيين نروحوا بزاف. سيرتو اللي سمعنا باللي هم قتلوه وكذا، والاخر فما وين طرت قلت بزاف باللي وكان على حق وباغيين يقتلونا وكذا. دوك نعطيكم لكم انا خوتي رد اسم اهل مكه ادرى بشعابها. نعطيكم يعني واحد الفيديو هكا قصير، بعدك نعطيكم ثاني فيديو من عند الجزائري يسمى يوضح فيه الامور هذه صح. يسمى بوسك الجزائريين راحوا فيها بزاف، واحد العقليه ما فهمتهاش انا. تفرجوا خوتي الفيديو هذايا. نظام الطيبات اللي عمله دكتور توفى مؤخرا اسمه ضياء العوضي. النظام ده من ساعه ما جه وهو في حاله جدل. ناس تقول في ناس ماتت بسبب النظام ده، ناس ثانيه تقول والله ماشيين على النظام ده وما حصلناش اي حاجه، ده احنا خفينا. بصراحه بقى انا قررت اجرب النظام الجديد بنفسي عشان احكم واعرف وانقل للناس الحقيقه وهم يحكموا عقلهم. اغرب تصريحاته كانت ان التدخين مش ضار بالضروره. ازاي دكتور بيشرب سجاير؟ قول له انت مال امك، 30 سنه بشرب سجاير. والله اللي ما بيعرفش يشرب سجاير ما هوش راجل مكتمل الرجوله. ده ايه الكلام اللي تستحي تقوله شركه الشرقيه للدخان ده؟ حضرتك اللي عاملين السجاير وبيبيعوها كاتبين عليها ان هي مسرطنه. مش فاهمين حاجه صحيح. لا يا جماعه، بقول لكم ايه، الراجل ما بيجيبش حاجه من دماغه، ده قاعد يعمل ابحاث ودراسات وتجارب سريريه عشان يوصل في الاخر لنظريه قول له انت مال امك. رد علمي ينتشر في ارقى المجلات العلميه. كده يا جماعه كلام الدكتور ضياء ضد اي منطق علمي. انت لو سمعت كلامه وقعدت تدخن بالشكل ده هتفضل طول حياتك ماشي بكيس الدواء. اوعى تاخد دواء، اوعى تاخد دواء. كل الادويه ممنوعه كادويه الحموضه والكوليسترول والاكتئاب، ومحدش يتعالج كيماوي. اوعى تاخد دواء. حتى لو عندك سكر انت كل اللي انت عايزه محتاج ربع كيلو سكر في اليوم. انت بيقول لمريض سكر من الدرجه الاولى ما تاخدش انسولين ازاي؟ عايز تقول ان السكر طول ما هو عالي بيحافظ عليك؟ اوعى تاخد دواء. السرطان محاوله حميده من الجسم لترميم الخلايا. انا السرطان عندي بعالجه بالصيام بالمناسبه، صيام يوم يوم لا. اوعى تاخد دواء. اللي لازمه علم ياخد معاه تهذيب. هو المعلومه بتوصل بالشتيمه اكتر. ساعات كنت بمد ايدي المعلومه توصل اسهل على قفاك. انا والله العظيم ماليش دعوه، انا مؤمن بكل كلمه في نظام الطيبات. هو فعلا يا جدعان العلاج بالشتيمه والضرب ده يعني عدل لي نظريات العلميه كلها.
ايوه مكبرين الموضوع ليه؟ ماله السكر؟ ها السكر لو عرف دمك هيبقى دمك شربات. فين المشكله؟ حتى لو جالك السكر يا اخي اشرب ميه كتير دوبه. هننسى الراي العلمي اللي بيقول سكر محلي محطوط على كريمه لو ليه اضرار كان حسن شاكوش قالها في كلمات الاغنيه. وزاره الصحه ما تقبلش. وبعدين يا جماعه احنا بنعالج السكر اسهل على قفاك وبنجيب له بداله كسر في الرقبه. معقوله؟ يعني كل الدراسات والابحاث اللي انت عملتها وهوقف الدواء عشان في الاخر السكر والسرطان عالجهم بالقشطوطه؟ ربع كيلو سكر في اليوم. بس كده خلاص يا جدعان، انا هشرب سجاير وهبطل اي دواء. اي نعم صحتي هتبوظ شويه بس بعوض بقى في الاكل وخلاص. لا ما تاكلش بيض. عجبه لمن ياكل البيض المسلوق وينام ولا يموت. انا ما عنديش جيوب انفيه وما بشخرش وانا نايم عشان ما باكلش بيض. انا باكل بيض ما عنديش جيوب. عندك جيوب انفيه بقى وعندك بلغم على صدرك. خلاص خلصت. الدواء كده. لا هي مش اكل انسان اصلا، لا تؤكل. مفيش حد بياكل فراخ ما بيخافش من الضلمه. طب انا باكل بيض وفراخ ما بخافش من الضلمه. لا هي كانت طيور زينه. تبقى مصيبه، انا واكل حوالي 4 مليون فرخه. امي بتربي فراخ في البيت، ينفع اكل منها؟ طالما امك اللي مربيها في البيت خلاص اطفحيها انت وامك. وتعد لي بقى بدل ما اطلع ديك ماما. انا بس عندي سؤال بجد، هو سؤال علمي طبعا. انتوا متاكدين ان في الابحاث العلميه لفظ اطفحوها؟ اطفحيها انت وامك. اصل مفيش عرف بيقول كده. انا اقتنعت بنظام الطيبات. ليه؟ الوحيد اللي عرفني ان سبب خوفي من الضلمه هي الفراخ. انا ويوسف الحسيني كنا هنبيض ونعرف المعلومه ديت. وان كان يعني يوسف الحسيني بصراحه بيخاف من البتنجان اكتر. لو عايز تتاكد ان الفراخ بتجيب اكتئاب روح كده عند اي فرارجي وشوف سعرها، لو ما اكتئبتش يبقى ليك الكلام. معقول يا جماعه هنمشي ورا كلام بيحرم دينيا اكل الفراخ؟ اصل اللي بيقول كده اكيد اختلط عليه الصدر والورك مع صدور ووراك تانية. والله كلام لا يمكن يعشش في نافوخ دقيقه. يا جدعان ده كده مفيش حاجه فاضله في النظام غير السلطه. نظام غذائي غير تقليدي انك تقلل الميه تماما، ما تاكلش خضروات. مفيش ولا حاجه تقول ان انا ما اكل خضار. انا لا، الخضار ده للانعام. واكل بصل حمار. الحاجه الخطيره اللي منعها برضو الخضروات الورقيه. ورق العنب ياكلوا الحمار اللي جنبي. واكل بقول حمار. ومنع ايه بقى؟ خيار، خس، سبانخ، بسله. محشي الكرنب ده اصلا هو ورقه بلاستيك ما بتتهضمش. استحاله ناخد فكري من حد بياكل فول وبصل وتوم. طبق فول بالزيت الحار حمار. ومنع بطيخ وكنتالوب. اللي عايز يسمع كلامي ما ياكلش لا بطيخ ولا مانجا، اللي عايز ياكلهم يبقى بره النظام بتاعي. ليه؟ انا حر بقى. هتجادليني ولا ايه؟ مش عارفه ان الجدال مش معانا في الطيبات ولا ايه؟ مفيش جدال، مفيش بطيخ، مفيش فول ولا جبنه ولا خس ولا جرجير ولا محشي. هتقولي لي طب والمحشي غلط ليه؟ المحشي لافف وداير، احنا ما ناكلش غير الاكل الدغري. معقوله هو عشان اسمها سلطه فاي راي بنقوله وخلاص من غير بحث او دراسه؟ مع احترامي يا جماعه مش معقوله هنرمي كتب الطب في الزباله عشان كلام بيتقال من غير اي دليل علمي. مش مصدق يعني السيجاره فيتامين والخضار كيتامين؟ لا يا جماعه، يعني لو نظام الطيبات بالمنظر ده بلاش منه. معقوله ممكن حد يقتنع بالكلام ده؟ طب ايه هي النظريه العلميه اللي بنى عليها نظام الطيبات؟ كده انا ربنا بصرني وعلمني حاجات من حق الناس تستفاد من اللي انا بقوله. باشا الستات معمولين عشان خاطر الناس تتبسط وتكمل حياتها. الراجل لا يخون، الست هي اللي عليها خيانه. بس الخيانه خيانه واحده، خيانه الست لجوزها. انا بتجوز ما عجبتنيش على بيت امها على طول. مفهوم نظام الطيبات يعتبر انبل نظريه وافضل نظريه شامله مش طبيه بس. ما اقدرش احكم على ناس ماتت عشان هو قال لها وقف العلاج. ده برضو ما يثبتش ان الطيبات غلط. هو الراجل ده انا استبصرت بشيء، يعني حصلت له عمليه بقى عنده بصيره. يعني ايه استبصر؟ معلش يعني ده اللي هو مكشوف عنه الوصفات ولا ايه؟ لا انا بقول حضرتك محتاجه تغطي الحل قبل ما تنامي. فين ايام زمان؟ فين ايام زمان لما كان الدكتور كده بيشخص؟ دلوقتي بيستنى الفاصوليا الخضراء تجيله في المنام. خلاص يا جماعه نمشيها استبصار. بس هي المشكله ان الاستبصار خلى دي نظرته للمراه. تخيلوا بيعامل الفرخه باحترام عن كده. شفتوا بقى اخره الاستبصار؟ شايفك اداه للمتعه. يا جماعه اوعوا تجربوا نظريات طبيه من على النت. ارحموا اجسامكم لانها هي الوحيده اللي هتكمل معاكم لما الترند ده يخلص. ما ينفعش بقى كل شويه نبني كلامنا عشان حد استبصر او شاف حاجه في المنام. العلم ما بيجيش بالاستبصار، العلم بالابحاث وبالنتائج المثبته. وفي نهايه الفقره عايزين نوضح حاجه مهمه، احنا بنترحم على كل الاشخاص، لكن ده ما يمنعش اننا نناقش الافكار، لان النظام ده ما بقاش ملك لصاحبه وبقى شأن عام ممكن ياثر على صحه اهالينا، ومن حقنا ننتقد اي كلام بالذات لو مش مبني على علم عشان نحمي الناس اللي لسه عايشين.
فوالا. وبدون اطاله دوك نعطي لكم دوكا الكلام ثاني تاع يعني خبير جزائري يسمى يوضح امور بزاف، باسكو الناس راني قلنا لكم راح تصدمت فيها بيديها ورجليها ما على بالها والو. واش هو هذاك هو الصح. دوكا انت مقتنع به تبعوا في كلش، ماشي في حوايج تولي تخدم راسك، تبعوا في كلش. اسمع واش قال الخبير الجزائري هذايا. شوفوا انا ما رانيش كونتر السيد العوضي مات ربي يرحمه، انا راني كونتر الناس اللي راهم يقدسوا فيه وحاسبينه ما يغلطش، جوست باسكو هو كان انسان يعرف يهضر، كان انسان عنده كاريزما، انسان يهضر بالمنطق. باغ كونتر جامي يجي يوري لك دليل. علاش تبعوه ديجا الناس؟ باسكو يقول لك باللي الادله تاعهم غالطين 100% غالطين، وغير هو اللي عنده الحق. دوكا العوضي دار نظام سماه نظام الطيبات. النظام هذا قلنا لا تعرفوا يعتمد على السكر، وقال لك باللي السكر كيما العسل، بما انه شوفوا المنطق تاعو، بما انه الجسم تاعنا يحتاج السكر باش يحوله الى طاقه، معناتها انا لازم عليا نستهلك كميات كبار من السكر باش الجسم تاعي يبقى دائما في حاله طاقه. قال لك مثلا باللي لي البروتينات تتحول الى سكر. هذه معلومه صحيحه، بصح هو مدها كمعلومه انه كل بروتين ناكله يولي سكر. نو سيفو البروتينات تحتاجها كاع الخلايا تاعنا. البروتينات حنا كي ناكلوها تولي احماض امينيه تتفكك او بوان وين كي نعاودوا كي تتهضم ويصرى الامتصاص تاعها تعاود تبنى من دارة وجديد بالبروتينات نبنيو العضلات تاعنا. واش هذا هو لو بيوت تاع الهضره تاعنا. دوكا باش ما نظلمش هذيك الانسان اللي قال باللي كاين ناس عم يقولوا باللي العوضي قال لهم كولوا نيوتيلا بزاف وكلش. انا لي فيديو تاعو جوسكا بريزون مازال ما شفتوش قال. باغ كونط قال باللي النيوتيلا خير من حاجه واحده اخرى كيما الخضره. علاش؟ باسكو الخضره قال لك باللي مسقيه 100% بالمبيدات، وكاع الخضره تاع العالم فيها المبيدات وكلش. باغ كونط اسكو هذه النقطه صحيحه؟ هذه فيها هضره. دونك اسكو الخضره اللي مسقيه بالمبيدات، اسكو هاد المبيدات دخلوا في هذيك الخضره ولا جيست كي نغسلوها تروح؟ اسكو هاد المبيدات تراكيز تاعها راهي عاليه او بوين يتاثر علينا؟ هذه لازم نخصوا لها هضره، نخصوا لها وقت تاع ساعه نهضر لكم فيها بيان كسوا هنا ولا في اليوتيوب. مي معليش دوكا انا ليدي تاعي دوك نجي نكومباري باش تعرفوا جوست المغالطات اللي دي فوا الواحد يطيح فيهم. نيوتيلا مثلا واش فيها؟ اساسا السكر وفيها الزيت، سكر زيت وكلوها. سكر باش مخدوم قصب السكر نبات باش يتسقى، نبات باش تاني كيشد. وين راهم يخدموا فيه؟ بلدان ما على بالنا، انا بيرسونيلمون ما على باليش. الزيت زيوت نباتيه، زيت النخيل باش يكبر هذا النبات واش راهم يزيدوا له؟ ما على بالناش. علاش نيوتيلا مالا خير من الخضره؟ قال لك جوست باسكو الخضره فيها الياف. المنطلق بما انه الالياف لا يتم هضمها، ساشون كو كاين انواع تاع الالياف، انا نهضر على الالياف الغير دائبه، كاين الالياف دائبه معليش. دونك الالياف الغير دائبه لا يتم هضمها معناتها ماشي مليحه. علاش؟ باسكو دير لي غاز. اسكو معناتها كي دير لي غاز معناتها ماشي مليحه؟ نو عندها فوائد واحد اخرين. صح دير لي غاز بوتيتر تضر الناس اللي عندهم ان كولون نيرفو، بوتيتر تضر الناس اللي عندهم اون سونسيبيليتي، اللي عندهم مشاكل في القولون. الناس اللي ما عندهمش مشاكل في القولون، كاين نهار شفتو انسان يشكي من الخضره، مور ما كلا الخضره قال لك انا حياتي تبدلت. انا بيرسونيلمون نكونسيي الناس باش ياكلوا الخضره. انا بيرسونيلمون فيا لو كان ما ناكلش 3 ايام خضره كرشيت كونستيبا ونعيش في مشاكل. فوالا كيما سمعتوا خاوتي، حنا ماناش نقول لكم باللي هذا دوكا انسان غالط 100% ولا كذا، وشي هو ثاني ما نروحوش زعما نقدسوه باللي كلامه يسمى صحيح 100%، بيسك اذا تبعته 100% لازمك تتبعوا كلامه. تولي تضرب ربع كيلو سكر ولا نص كيلو سكر يومي، ولازمك تدي له اذا تتكيف انت، ولا اذا ما تكيفش لازمك تدي له الدخان والشيشه تشيش بيسك عادي وكذا. كاين عنده كلام بزاف يتناقض مع العلم خاوتي، ويتناقض حتى مع الدين، بيسك كاين حوايج بدا يحرم فيهم وكذا ما تصلحش. وانا يعني وجهه نظري باش ما نروحوش بعيد، ولا راني مختص في التغذيه لا والو كذا الامور. وشي وجهه نظري انا كي نجيو نتبعوا حميه غذائيه، ما هي عندنا منذ 14 قرن خاوتين نتبعوا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. وديجا الاصل في هذه المأكولات الحلال والحرام، واش حلل لك واش حرم لك، وشي هو ثاني بمقدار. ما تاكلش حتى تجوع، وعندك الصيام احسن صيام ايوب اللي باغي يدير زعما الحميه اللي خيره طول صوم نهار وفطر نهار، دوك تشوف الكور تاعك وكل واش بغيت ولا ضمانتي. يعني ماشي نقول لك على ضمانتي، هذا الشيء
اللي قالوا الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني اللي تدخل فيها هذا من الحوايج كل جاهلتهم. دوكا جاه هذا الدكتور هذا ربي يرحمه على كل حال، ممكن نجتهد ماناش نقول لكم باش يضر الناس وكذا، بصح كاين حوايج بزاف والله في كلامه ما عندهاش لا منطقيا لا علميا لا دينيا، يعني حوايج حرمها بالدين يعني. وكان كلام بزاف يعني. انا تبعت له قطع فيديوهات كما من قبل، انا ما كنت سامع به والله، ما كنت سامع به حتى ناط الهيل على هذه الكبيره كان باش تبعت له قطع فيديوهات تقدروا تدخلوا تشوفوا قدش حاجه اللي متناقض فيها بكوارث، وسيرتو في امور الدين ما فيهاش تقلاط كيما هذه والله اعلم. وكل واحد حر واش ياكل. ليسونسيال خوتي ما نطولوش عليكم بزاف، خليونا نراكم الموضوع، ديرونا جان الفيديو، بارطاجيو ماكسيموم خوتي، واللي مش مشترك في القناه هذه يشترك. السلام خوتي.